النهاردة هنتعلم نعمل ازاي صوص البيتزا الايطالي. اول حاجة هنحط زيت زيتون، ممكن لو ما عندكيش زيت زيتون تستخدمي اي زيت او يعني زيت عباد الشمس، بس هو يفضل زيت الزيتون علشان بيديها طعم حلو. اول حاجة هنحط بصل شرايح، بعد ما قلبنا دقيقة كده هنحط الثوم برضو نفس الفكرة، يعني قطع كده. ونقلبهم كده لمدة دقيقتين لما يتشوحوا معانا. بعد ما قلبناه دقيقتين هنحط له الريحان اخضر فريش، لو مفيش فريش ممكن نبقى نحط ناشف، بس بيبقى اجمل وطعمه احلى لو هو فريش يعني. ونقلبه لمدة ثواني، بعديها نحط معاها الطماطم، كيلو طماطم، ممكن عايزة تزودي الكمية عن كده تقدري تزوديها. كيلو طماطم مكعبات. نحط معلقة صغيرة ملح ونغطي عليهم ونوطي النار شوية لحد ما تستوي خالص. بعد ما تستوي هنضربها في الخلاط وهنكمل مع بعض الوصفة. هنا بعد ما سيبناها تغلي لمدة ربع ساعة هنحط لها معلقة زعتر عشان ده بيدي طعم رائع في البيتزا. هنحط لها معلقة زعتر صغيرة، ممكن نزود لها معلقة تانية. نسيبها 5 دقايق وبعد كده نضربها في الخلاط. كده الصوص بعد ما ضربناه في الخلاط، مش قادرة اوصف لكم الريحة وجمالها. كده ده ممكن يبقى جاهز معانا نشيله في اي وقت لما نحب نعمل بيتزا، او لو هتعملي بيتزا في نفس اليوم تستعمليه.